أسعد الله أوقاتكم وجنبكم الشرور الظاهرة والباطنة. يسعدني أكمل معاكم موضوع الدعايات التجارية نظرا لأهميته. خلوني أصفط على جنب ونتكلم. ما تتخيلون إيش قد بعض الإعلانات التجارية تهدم في صحتنا وتخرب من سلوكياتنا. الكثير من الإعلانات التجارية للأسف مليانة بالتشويه والتهويل والتصوير المضلل علينا أجمعين، رجال ونساء وأطفال. شوف الإعلان فنتوقع أن هذا المنتج راح يحل كل مشاكلنا ويخلي كل حياتنا عيد. زي واحد من منتجات المناديل يقول في دعايته يخلي كل حياتك عيد. تخيلوا، منديل يخلي كل حياتك عيد. المنديل اللي ما نستخدمه إلا في البكاء، الله يبعد عنا الحزن، أو الزكام، الله يبعد عنا المرض، أو الوسخ، يخلي كل حياتك عيد. بعد المؤتمرات طالب الدكتور مارك بليدز من مركز أبحاث التطوير النفسي في بريطانيا بمنع الدعايات التجارية خلال جميع برامج الأطفال، لأنه أثبت في دراسته أن الأطفال دون السادسة ما يستطيعون التفريق بين الإعلان والبرنامج، فراح يتقبلون المعلومة في الإعلان على أنها حقيقة. على هذا الأساس راح يؤمن بالرسالة الموجودة في الإعلان وراح يؤمن بهذا المنتج ويتقبله ويختاره. في نفس الدراسة جمع أطفال أعمارهم 6 سنوات وسألهم عن سبب وجود الإعلانات التجارية في التلفزيون. وجد أن 31% من العينة ما يدرون، و33% منهم يظنون أنها استراحة، و36% يظنون أنها معلومات عامة. ما وجد ولا واحد في العينة فاهم أنه هذا الإعلان يحثنا على شراء منتج معين. وعند الكبار المشكلة أكبر، فهذه الدعايات تعطينا وعود غير صادقة وتخلينا في كثير من الأحوال نتضايق من الأحوال اللي قاعدين نعيش فيها. في واحدة من الدراسات وجدوا أن 68% من الإعلانات التجارية الخاصة بالأدوية تعطي وعود غير صادقة. بعض الدعايات للأسف تخلينا نتضايق من أنفسنا ونحلم أحلام غير واقعية على الإطلاق. في واحدة من الدراسات وجدوا أن 69% من البنات متأثرات بأشكال المودلز ويرونهم هم الشكل المناسب اللي لازم يوصلون له، وهذا بالطبع كان يسبب للبنات الضيق وعدم الرضا عن النفس. فالمودلز اللي يظهرون في الدعايات هذول نخبة مختارة غير طبيعية من المجتمع ما يمكن التأسي بهم. فبينما أن معدل طول النساء في أمريكا 162 سنتيمتر فقط، فإن معدل طول المودلز الأمريكيات 180 سنتي. وفي الوقت اللي فيه متوسط وزن المرأة الأمريكية 63 كيلو ونص، فإن متوسط وزن الموديل 53 كيلو فقط. فمو من الطبيعي أن نصاب بالضيق ونقارن نفسنا بهذه النخبة الغير طبيعية من المجتمع. في دراسة وجدوا أن 44% من النساء اللي أوزانهم مناسبة أو أقل من مناسبة يرون أنهم وزنهم زايد، والسبب مقارنتهم بالمودلز. 30% من النساء في الدراسة اختاروا وزن 20% أقل من الوزن الطبيعي، والسبب مقارنتهم بالمودلز. يا جماعة لازم نكون حذرين جدا في التعامل مع الدعايات، ولا نخليها تغير من سلوكنا الصحي أو سلوكنا الغذائي أو رضانا عن أنفسنا. كل واحد يحاول يقارن نفسه بنفسه ويخلي حاله أفضل بمقاييس طبيعية ومنطقية وصحية بغض النظر عن اللي يشوفه في هذه الدعاية. مع أن احنا مطالبين بحسن النوايا، خذوها مني لا تحسنون النوايا مع الإعلانات التجارية. طاب يومكم.